حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. الف الف مبروك لكل اخواتي الزملكاويه. الفوز امبارح على نادي مودرن سبورت بنتيجه 2-1. 3 بونت مهمين قوي 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 وجايين في وقتهم. اداء من نادي الزمالك فيه سلبيات كتير وفيه ايجابيات كتير، هنسردها كلها مع بعض النهارده في الحلقه. ولكن لازم نعرف ان احنا في اول 3 4 مباريات من الموسم بسكواد جديد. المهم عندنا ال3 بونت قبل اي حاجه. فوز مهم ومعنوي بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجمهور، بس برضه مش عايز الجمهور يشطح بخياله عشان وارد قوي يحصل اي تعثر الفتره اللي جايه. بالاخص برضه ان مودرن سبورت امبارح كان فريق سايب لك المساحات، على عكس مثلا المقاولين كان بيضغط عليك من مناطق دفاعك وبيخليك مش عارف تطلع بالكوره. انما مودرن سبورت امبارح ساب لك المساحه في اكتر من كوره، وابرزهم كوره الجون الاول لاخوان الفينا. عبد الله السعيد سلك الكوره رماها لاخوان الفينا وكان قدامه فدان ارض يجري فيه. وطبعا زي ما كلنا عارفين مش كل فرق الدوري المصري هتسيب لك المساحات بالمنظر ده. فاحنا اللي خدمنا امبارح ان مودرن سبورت كان مفضلنا المساحات الى حد ما، واننا جبنا جون في وقت مبكر خلى مودرن سبورت يندفع اكتر. وده زي ما قلت لك اللي مش هيبقى موجود في 90% من الماتشات اللي هتلعبها قصاد فرق الدوري المصري. يعني مثلا عندك واحد زي الكابتن علاء عبد العال لما تيجي تلعبه هيحط لك 10 لعيبه على خط الجون مش على خط ال 18. فلازم برضه الكابتن يانيك فيريرا يشتغل على حته خلخله التكتلات الدفاعيه، لانه هيقابلها كتير على مدار الموسم. عجبني كمان امبارح من الكابتن يانيك فيريرا انه ما الفش ونزل بالتشكيله كما ينبغي ان يكون. حط ناصر ماهر في مكانه اللي هو المركز 10 واللي هنجيله قدام لما نيجي نقيم اللعيبه، وحط اخوان الفين على اليمين وشيكو بنزا على الشمال. اللي عاجبني بقى في المثلث ده انه في لا مركزيه. يعني ايه يا سيدي لا مركزيه؟ يعني في بعض الاحيان وكتير في اوقات من الماتش بتلاقي ان اخوان الفينا دخل لعمق الملعب وناصر ماهر خد مكانه على الطرف. نفس الكلام بيحصل مع شيكو بنزا، بتلاقي ناصر ماهر ساعات سرح على الشمال وشيكو بنزا دخل لعمق الملعب. بدليل الجون الثاني لنادي الزمالك. الجون الثاني لنادي الزمالك اخوان الفينا كان موجود على طرف الملعب وشيكو بنزا هو اللي في عمق الملعب، واخوان الفينا اداها لشيكو بنزا وشيكو بنزا اخترق وحطها جول. ففي لا مركزيه بين الثلاث لعيبه دول، شيكو بنزا اخوان الفينا وناصر ماهر. ودي حاجه حلوه بالنسبه للمثلث الامامي لانك كده بتشتت الدفاعات اللي قدامك. بس المشكله الوحيده اللي عندي في المثلث الامامي انه غالب عليه طابع الفرديه قوي. يعني امبارح كان في زياده نسبيه ولو بسيطه في معدل الانسجام بين اللعيبه في التدرج بالكوره، بس الكلام ده بينطبق على الانسجام في خط الدفاع وخط الوسط. الكوره بتنتقل من خط الدفاع لخط الوسط بصوره الى حد ما كويسه، بس بنيجي بقى عند الخط الامامي بنشوف رعونه وبنشوف فرديه عاليه قوي. يمكن ده بسبب ان عندنا 2 3 لعيبه قدام بيمتازوا باللعب الفردي، زي مثلا اخوان الفينا شيكو بنزا وحتى ادم كايد اللي ما ظهرش بصوره كويسه امبارح. في رعونه في الفينيشنج ملحوظه قوي وفي اداء فردي وكل لاعب عايز يظهر نفسه باحسن صوره، ولازم الحته دي يشتغل عليها المدرب. لان صدقني المثلث الامامي بتاعك ده لو اشتغل مع بعضه هيبقى عندك مثلث هجومي مرعب. نيجي بقى لو بصينا لاول 3 مباريات لعبهم الزمالك في الموسم ده. الزمالك يا سيدي لعب 3 مباريات، سجل 4 اهداف واستقبل هدف وحيد. الزمالك الموسم ده في اول 3 مباريات بنسبه كبيره جدا هو متماسك دفاعيا، سواء من السرد باكات او الباكات. حسام عبد المجيد بيقدم اداء دفاعي مقبول مع تحفظي الكامل عليه في حته الخروج بالكوره. محمود حمدي الونش بيقدم اداء ممتاز بغض النظر عن الجون اللي اتسبب فيه امبارح. ولكن بقى نيجي للاربع تجوان اللي سجلهم الزمالك الموسم ده. الزمالك الموسم ده مسجل 4 اهداف ما فيهمش ولا هدف مسجلهم مهاجم صريح. يعني الزمالك على مدار ال3 مباريات اللي فاتوا دول جرب 4 مهاجمين، وهم عداي الدباغ، ناصر منسي، وعمرو ناصر اللي خد وقت قليل، والجزيري اللي برضه نزل كبديل. ولا مهاجم من الاربعه قدر يسجل هدف من ال4 اهداف. مش عايز اكون متسرع في الحكم عليهم من البدايه، لان زي ما قلت لك في الاول المثلث الهجومي بتاعنا غالب عليه طابع الفرديه، فطبيعي لما يبقى عندك الجناحين والرقم 10 بيلعبوا لنفسهم فطبيعي ان ما يوصلش حاجه للمهاجم. وزي ما قلت لك دي بعض السلبيات اللي لازم المدرب هيشتغل عليها وهيحاول يعالجها في الماتش اللي جاي. وزي ما قلت قبل كده وبكررها تاني، احنا لسه في اول 3 مباريات، لاني شايف بعض الناس نازله سلخ في بعض اللاعبين. جماعه احنا عندنا حوالي 10 او 11 او 12 لاعب لسه جداد. كل ماتش من الماتشات اللي جايه انت هتكتشف واحد فيهم، زي ما اكتشفت اخوان الفينا، اكتشفت شيكو بنزا. كل ماتش هتلاقي واحد بيظهر. امبارح احمد شريف نزل في اخر تقريبا تلت ساعه، عايز اقول لك انه خامه مبشره جدا. لعيب نازل مش هايب الموقف، باين قوي من اول لمسه ليه ان هو لاعب هيجي منه. وارد جدا انك تكتشف لاعب زي ده في الماتشين 3 اللي جايين. احنا في موسم 2015 لما جبنا صف لعيبه كامل احنا اكتشفنا باسم مرسي بعد تقريبا 5 أو 6 ماتش، لان باسم مرسي تقريبا كان جاي وقتها 3 مهاجم بعد على ما اتذكر احمد حسن مكي وخالد قمر، ومع ذلك بعد 5 أو 6 ماتش اكتشفت ان انت عندك جوهره زي باسم مرسي. انا واحد من الناس لما باجي انتقد حد او باجي عليه سنه بيبقى واحد من اللعيبه القدام، لان انت واحد عارف يعني ايه زمالك، وواحد انا مجربك وعارفك وعارف مستواك.
فلما الاقيك بتقل مني لازم افوقك. اما بقى عن الصفقات الجديده فاتمنى نصبر عليها شويه، لان زي ما قلت لك كل ماتش والله هتكتشف لاعب جديد. وبذكر الكلام عن اللعيبه تعال بقى نخش على اللعيبه واحد واحد. نبدا في حراسه المرمى بمحمد صبحي. محمد صبحي بغض النظر عن الجون اللي دخل فيه امبارح، واللي انا شايف ان هو بيتحمل 30% بس من الجون، لان الونش غير له اتجاه الكوره، والكوره دي لما بتيجي لحارس المرمى بتبقى جايه مفاجاه، وارد جدا ان حارس المرمى يتعامل معاها يا اما تلخفنه وتخش جون زي ما حصل امبارح مع محمد صبحي. لكن بغض النظر بقى عن الجون اللي دخل في محمد صبحي امبارح، محمد صبحي مقدم بدايه موسم ولا اروع. واذا كان الزمالك ما دخلش فيه غير جون واحد خلال 3 ماتشات، فده لما تنسبه للدفاع تنسبه برضه لمحمد صبحي. محمد صبحي بعد الجون الاول اللي دخل فينا امبارح اتشاط عليه شوطه كانت ممكن تبقى الجون الثاني والتعادل، ولكن طلعها ببراعه. بجانب ان محمد صبحي على مدار ال3 ماتشات اللي فاتوا مفيش عرضيه تقريبا انا بقيت اخاف منها، اي عرضيه بيطلع بيتعامل معاها سواء يمسكها او يضربها بالبوكس يبعدها عن خط ال 18. فانا شايف بصراحه ان محمد صبحي بالاداء اللي بيقدمه في اول 3 مباريات هو جدير بانه يكون حارس مرمى نادي الزمالك الاساسي لهذا الموسم. نخش بقى على ثنائي الدفاع الونش وحسام عبد المجيد. زي ما قلت لك الونش مقدم بدايه موسم ممتازه لا يعيبها الا الجون اللي جابه في نفسه امبارح، واكيد يعني مش هنذبحه عشان الراجل جاب جون في نفسه، بالاخص ان هي عدت على خير وخدنا ال3 بونت. شيخ المدافعين في العالم كله مش في مصر بيغلط وممكن يحط جون في نفسه، فتمنى السكاكين اللي مسنونه من امبارح دي تهدى على الراجل، لان الونش ليه عندنا كتير، بالاخص انه لغايه النهارده بيأدي، وبالاخص انه لغايه النهارده واقف على رجله. نخش بقى على حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد امبارح تقريبا هي افضل مباراه ليه في خلال ال3 مباريات الاولانيين، وزي ما قلت في المباراه اللي فاتت والمباراه اللي قبلها وهقولها تاني في المباراه دي، انا مشكلتي مع حسام عبد المجيد مش في الدفاع، مشكلتي مع حسام عبد المجيد في حته الطلوع بالكوره. حسام عبد المجيد ضعيف جدا 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 في الخروج بالكوره. تاني مشكله معايا في حسام عبد المجيد وهي اللي انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، ان انا حاليا مش مجبر استحمل حسام عبد المجيد في اي غلط هيقدمه لي. الاول انا كنت بدعم حسام عبد المجيد وبقف في ظهر حسام عبد المجيد لان حسام عبد المجيد ابن النادي وشاري النادي، انما حاليا حسام عبد المجيد اي غلطه ليه فهي بالنسبه لي لا تغتفر، لان انت واحد مش عايز تجدد، مش شاري الزمالك، مش عايز الزمالك، فانا مش مضطر استحملك. لو مش هتديني شغل المعلم لابنه فانت ما تلزمنيش. وده حبيبي مش عشان احنا جمهور قليل الاصل والله ولا حاجه، بس بما انك كده كده بايعنا فانا جايب لعيبه تانية من الاولى ان انا اجهز لاعب يفيدني قدام. اما انت بما انك مش عايزني فالفرقه اللي هتروح لها ان شاء الله حبيبي تبقى تفوقك هي بمعرفتها. انا واحد من الناس بالنسبه لي صلاح مصدق ومحمد اسماعيل لازم ياخدوا فرصه الفتره اللي جايه، بالاخص ان واحد زي صلاح الدين مصدق انا واحد من الناس مقتنع بيه 1,000,000%. ومش عشان حته انت باقي عليا او مش باقي عليا، انا واحد من الناس بقول لك صلاح مصدق بالنسبه لي احسن من حسام عبد المجيد 100 مره على الاقل يا اخي في حته الطلوع بالكوره. عشان الناس بس اللي هتخش تقول لي كل الدعم ومش كل الدعم، ادعم واحد مش عايزني ليه؟ ايه اللي يخليني ادعم واحد واقف في ظهره واستحمله؟ هو اصلا الراجل بيقولها لي من دلوقتي انا مش عايزك وانت مش في دماغي. اتمنى الضربات اللي خدناها من اللعيبه السنين اللي فاتت دي تكون اثرت فينا وعملت فينا حاجه. وكفايه كده كلام على حسام عبد المجيد ونخش بقى على الباكات. نبدا ببنتايج. انا حزين قوي 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 يا بنتايج، وانا بقول لك ان للاسف مباراه امبارح دي كانت اول مباراه في مسيرتك كلها مع نادي الزمالك اللي هقول لك عليها انت كنت وحش. حرفيا بنتايج مسيرته كلها من يوم ما جه نادي الزمالك ما تقدرش تطلع فيها مباراه تقول عليه كان وحش، حتى لو ما عملش حاجه واو في المباراه فهو لعيب مستوى ثابت، ملوش اي مباراه حتى لو كان الزمالك كله رتم واقع هتلاقي بنتايج هو الثابت الوحيد. انما للاسف محمود بنتايج امبارح قدم اسوأ مباراه ليه في مسيرته مع نادي الزمالك. بس انا مش قلقان على بنتايج، بنتايج لعيب راجل ويمكن دي سقطه وقعت منه، ومن المباراه الجايه هتشوف بنتايج اللي تعرفه تاني. نخش بقى على عمر جابر. عمر جابر زي ما قلت قبل كده وبعيد، عمر جابر مأدي اخر موسمين على اعلى مستوى، بس بيتهيألي جه الوقت اللي لازم نشوف فيه بديل لعمر جابر. مش عشان هو مستواه وحش ومش عشان اي حاجه، بس ما ينفعش يبقى عندي لعيب عنده 35 سنه وبيلعب باك يمين اكتر مركز في الملعب محتاج جري وملوش بديل. انا محتاج بديل لعمر جابر ويكون بديل شاب، عشان حاجه من اتنين، يحفز لي عمر جابر ويكون هو المستقبل بتاعي بعد ما عمر جابر ما يبطل، لان عمر جابر زي ما قلت لك عنده 35 سنه. نخش بقى على ثلاثي نص الملعب. نبدا باللي كان على الورق رقم 6 وهو محمد شحاته، واللي من وجهه نظري محمد شحاته لا يصلح تماما للعب مركز 6، بالرغم انه الفتره اللي فاتت كلها هو اكتر واحد كان بيلم ورا دونجا في المركز 6. بس محمد شحاته لما اتحط في المركز 6 كلاعب اساسي مركز 6 لا ما ينفعش. محمد شحاته امبارح كان مش موجود تقريبا. بس حته نص الملعب وتناسق نص الملعب دي هتاخد معانا وقت شويه، لان انت عندك زخم في المنطقه دي مش طبيعي. انت بتتكلم في المنطقه دي بس عندك حوالي 10-12 لعيب، فلازم هنجرب مره والتانيه والتالته لحد ما تقدر تعمل خط نص ملعب ممتاز.
بالاخص ان برضه في نقطه كنت عايز اتكلم فيها، ان يانيك فيريرا هو مدرب، حتى لو هو مدرب كويس فهو خبراته قليله، ودي مش حاجه تعيبه، هو راجل عنده 45 سنه فلسه ما عندوش الخبره الكافيه انه يبص على اللاعب او يشوفه تمرينه او اتنين يقدر يحدد هو عايز ايه من اللاعب ده. يعني انا مثلا شايف ان التيم اللي جابه الزمالك ده كله كان محتاج واحد زي فيريرا نفسه او جوسوالدو فيريرا. جوسوالدو فيريرا الراجل العجوز الخبره اللي كان بيبص على اللاعب في تمرينه او التانيه بيقدر يعرف اللاعب ده عنده ايه وهو ممكن يستفيد منه بايه. من الاخر كده بلغه الجزارين يمسك العجل من ديله يعرف هو كام كيلو. وللاسف الاوبشن ده مش موجود عند يانيك فيريرا بحكم سنه. فاعمل حسابك ان احنا هنجرب كتير مع يانيك فيريرا، لان يانيك فيريرا لازم يجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما يرسى على القوام الاساسي، فالصبر واحنا ياما صبرنا يعني. نخش بعد كده على عبد الله السعيد. اتظلمت انت يا كينج في الاسيست اللي عملته لاخوان الفينا، معلش الواد القرد الصغير ده خد اللقطه كلها منك، انما عبد الله السعيد حرفيا عمل اسيست يدرس، استخلص الكره من نص الملعب وسلكها ورفع التشيبنج لاخوان الفينا، قال له روح قدامك فدان ارض اجري فيه. بس برضه عبد الله السعيد سنه لا يحتمل اللعب 90 دقيقه. يا جماعه عبد الله السعيد اسطوري بس 40 سنه، كابتن يانيك فيريرا والله لا يتحمل لعب 90 دقيقه. عبد الله السعيد اللي فايده في الملعب انه لعيب ذكي، عبد الله السعيد ما بيهدرش مجهوده في الملعب، عبد الله السعيد من وجهة نظري هو اذكى لاعب في مصر، عبد الله السعيد بيفيدك حتى لو الكرة مش معاه، ولو جيت جبت احصائية عبد الله السعيد في الملعب هتلاقيه ما بيجريش كتير، ولكن هو ماشي بمبدأ خير الكلام ما قل ودل. بس برضه ارجع واقول لك 40 سنة لاعب مصري ما يحتملش يلعب لا 90 ولا 80 دقيقة. نخش بعد كده بقى للقصة والحدوتة الكابتن ناصر ماهر. يمكن انا عملت فيديو قصير امبارح عن ناصر ماهر وقلت له نصيحه من اخوك الكبير، العب مع زمايلك وبالاخص مع اللعيبه الجديده، لان يا ابو الصحاب والله ما حد بياخد رزق حد. ناصر ماهر باين عليه قوي الانانيه، باين عليه قوي الانا، باين عليه قوي ان انا عايز اعمل حاجه، انا نجم الفرقه. كابتن ناصر قسما بالله نجم الفرقه دي ما بتيجي بالعافيه، انت امبارح جات لك كوره انت والجون واخوان الفينا، لو كنت باظتها لاخوان الفينا كان الماتش هيبقى 3-0 وباتت ماتت، ولكن حضرتك دخلت وعملتها ار2 وعايز انت اللي تجيب الجون وعايز تاخد حته من التورته، صدقني اللي انت بتعمله ده غلط. اتمنى من الكابتن ناصر ماهر انه يحترم موهبته شويه ويلعب مع زمايله، لان احنا عارفين انك لاعب موهوب وعارفين انك عندك كتير، بس باللي انت بتعمله ده بتهدر موهبتك على الارض. فاتمنى وده دور الكابتن عبد الناصر محمد، اتمنى من الكابتن عبد الناصر محمد يقعد مع ناصر ماهر ويعامله نفسيا ويعرفه ان اللي بيعمله ده غلط. نخش بقى على عرسان الليله واجنحه نادي الزمالك البرازيلي اخوان الفينا والانجولي شيكو بانزا. الحمد لله بفضل الله من اول ماتش وانا قلت على شيكو بانزا ده هيبقى لعيب تقيل، بالرغم من ان ناس كتير قوي طلعت هاجمته، بس انا قلت لك الراجل ده عنده كوره، ولو انت مفكر ان اللي عمله امبارح ده اخره يبقى انت غلطان. يا جماعه اللعيب اللي عنده كوره انتظر منه اي حاجه، على عكس اللعيبه الاكاديميين او اللعيبه اللي متعلمين كوره، طالما اللعيب عنده الموهبه فيجي منه كتير. وده هرجع واقول لك برضه دور المدرب. انا لما كان عندي واحد زي جوسوالدو فيريرا كان بيطلع من اللعيبه اقصى ما عندها، كان بيقدر يطور اللاعب حتى لو ما عندوش. فانت في الوقت الحالي حرفيا جون ادوارد جايب لعيبه فعلا موهوبه ولعيبه عندها كوره، فيانيك فيريرا ده لو هو مدرب فعلا صح هيقدر يطلع من اللعيبه دي اقصى حاجه. نيجي بقى على الجنب التاني وعم عيالي البرازيلي اخوان الفينا. سافل هو من نوعيه اللعيبه السفله. فاكر السافل بتاعنا القديم مصطفى فتحي؟ هو حاجه كده عامله شبه مصطفى فتحي، اللعيب السافل اللي بيخش على المدافع كده انت ما تعرفش ده هيقطم لجوه ولا يخش ولا هيرقصني ولا هيلبسني كوبري، وبعدين اكتر لاعب تخاف منه هو اللي قريب من الارض ده. والله البذره دي بتخش تعمل مشاكل. بس برضو عايز اقول لجمهور نادي الزمالك وانا اولكم لان انا برضو مش عارف امسك نفسي، بالراحه على الواد، بالراحه على الواد عشان احنا ماسكينه من امبارح طلعنا بيه السما. وبرضه ارجع اقول لك انا اولكم وانا اول واحد زدت بصراحه، بس بالراحه على الواد، خلوا الواد يعرف يركز، لان الولا اصلا مجنون خلقه. يعني الواد امبارح جاب الجون طلع يجري وقلع التيشيرت وكان هيقلع البوكسر وعمال يتنطط مع الجماهير، فالواد اصلا مجنون، فهو مش مستحمل جنان اكتر من كده. فواحده واحده على الواد عشان هو لسه عنده كتير قدام. نخش بقى على اخر حاجه وراس الحربه الصريح والكابتن عدي الدباغ. عدي الدباغ انا الماتش اللي فات لما شفته نزل كتير تحت ال18 واستقبل كوره وقدر يحافظ عليها وقدر يلعب مع زمايله وهو في الحته دي كويس جدا، ولكن امبارح عدي الدباغ ما كانش موجود تماما. بس انا برضو مش عايز اظلم عدي الدباغ، لان زي ما قلت لك الاربع مهاجمين اللي اتجربوا السنه دي مفيش حد فيهم قدر يعمل حاجه، فزي ما قلت لك ممكن يكون ده راجع لطريقه اللعب قدام، ممكن برضو يكون راجع لحته الفرديه اللي بيمتاز بيها اخوان الفينا او شيكو بانزا او حتى ناصر ماهر. فمش عايز اظلم مهاجمين ومش عايز اقيم مهاجمين دلوقتي بصراحه، نستنى الماتش الجاي واللي بعده ونشوف، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. نخش بقى على اللعيبه اللي نزلت كبودله. اول واحد بس واللي عايز اشيد بيه هو الكابتن احمد شريف. لا يا جماعه احمد شريف نازل باين ان هو لعيب عنده كوره بصراحه، باين من اول لمسه ليه وباين من لعبه ان هو لاعب جاي بيقول لك لا انا مش جاي اقعد احتياطي،
من الاخر كده انا مش هقعد دكه للصفقات اللي انتوا جايبينها. لعيب حلو، لعيب عنده كوره، لعيب عمل سرول ناصر ماهر لو كان اتصرف فيه صح او شاف ان ناصر منسي جنبه كان هيبقى جون تالت. فاحمد شريف انا شايفه من الناس اللي هيجي منها قدام. نيجي بعد كده لادم كايد. كابتن فيريرا ما تجرب تدخل ادم كايد في نص الملعب، صدقني قلتها قبل كده وهقولها تاني، ادم كايد مش جناح تماما. جرب كده، بما اننا كده هنجرب في حته نص الملعب دي كتير، فجرب ادم كايد في نص الملعب. وبالنسبه للناس اللي سنه سكاكينها على ادم كايد، ابوس ايديكوا اهدوا. نخش بعد كده على دونجا زي ما انتقدته الماتش اللي فات واللي قبله، دونجا انا بشيد بيه النهارده. دونجا التلت ساعه اللي نزلها في الاخر لو لعب بقيه الموسم بنفس الاداء اللي لعب بيه التلت ساعه دي، دونجا هيبقى 10 على 10. زي ما قلت لك ان محمد شحاته امبارح لا يصلح في المركز 6، فعلا انا لما نزل دونجا بدات احس ان في رقم 6 في الملعب. فزي ما بنيجي على دونجا وزي ما بننتقده لازم نشيد بدونجا وبالاداء اللي قدمه امبارح. نيجي بقى للي انا سايبه في الاخر، صلاح الدين مصدق. بص صلاح الدين مصدق ما خدش فرصه الموسم اللي فات، مش واخد فرصه حتى الان الموسم ده، سواء قعد في الزمالك سواء مشي من الزمالك. انا مقتنع 1000000% وراسي حجر من ناحيه الموضوع ده ان صلاح الدين مصدق لازم ياخد فرصه اكبر من كده. جماعه احنا عندنا اقسم بالله مدافع تقيل قوي والله العظيم، سواء استخلاص سواء خروج بالكوره، والله مدافع ممتاز وممكن تستفاد بيه في اكتر من مركز في الملعب. يعني انا شايف من وجهه نظري صلاح الدين مصدق بالامكانيات اللي عنده يقدر يلعب كسيرد باك، يقدر يلعب كباك يمين، يقدر يلعب مركز 6. فبصراحه من وجهه نظري لك ان تختلف او تتفق معايا، انا شايف ان احنا عندنا جوهره مش مستخدمينها. فاتمنى صلاح الدين مصدق ياخد فرصه الفتره اللي جايه. وبكده يا سيدي نبقى فصصنا الماتش كله وقيمنا كل اللعيبه. الف مبروك لكل جمهور نادي الزمالك على الفوز وعلى ال3 بونت، بس مش عايزين برضو نعلى بالطموحات قوي، واحده عشان وارد الماتش ده مشيت معاك ممكن يجي ماتش تاني ما تمشيش، فما تبقاش اوفر في ردود افعالك. الحمد لله 3 ماتشات خدت منهم 7 بونت، فاضل لك ماتشين على التوقف الدولي، لو خدت منهم ال6 بونت دول كمان يبقى كده 100 فل و14. وفي التوقف الدولي اللعيبه تزيد كمان وتزيد نسبه الانسجام بينهم. ولو انت وصلت لنهايه الحلقه فما تنسانيش باللايك والكومنت والسبسكرايب، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك دلوقتي حالا. واشوف وشكم على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.